ولم يشب منهاجنا هذا والحمد لله بطلب أمر أو نهي دنيوي، ولم يدنس بغرض من أغراض الأكوان، ولم يلحقه غبار تفرح به نفوس أهل الحجاب، وإنما كله دين ويقين ووقوف على جادة السنة السنية، واشتغال بتهذيب القلوب الفاسدة والنفوس السقيمة من طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، والتباعد عن الإثم والعدوان، ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعظام ما كان عليه، والعمل بسنته طلبا لمرضاة الله تعالى وفناء بمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا غاية الموفقين وبغية الصادقين. أما طريقتنا السعيدة ورقائق أحوالها الأحيدة فقد نظمتها بهذه القصيدة، وقد ضمنتها أسرارها وطويت فيها أخبارها، وها هي في ديواني الذي سميته بالإذن المحمدي معراج القلوب إلى حضرات الغيوب، وها هي بنصها: والله يتولى الصالحين. طريقتنا للخارقات وسيلة، وللكف عن كل الوجودات سلم. طريقتنا من أخلص القلب ضمنها غدا بضمان الله يحبى ويكرم. طريقتنا من راح يحكم حكمها بصدق على أهل القلوب يحكم. طريقتنا تنجي الفؤاد من الغوى وتحفظه من زيغه وتسلم. طريقتنا مأمونة الحال سنة ومضمونها في كل نقل مسلم. طريقتنا حال النبي وطوره وعن سره للعارفين تترجم. طريقتنا صدق وزهد ورأفة وذل إلى المولى ونهج مقوم. طريقتنا ألا يرى المرء نفسه وفيها أخير الركب فهو المقدم. طريقتنا أن تصلح العبد صحبة فنحن سكوت والهوى يتكلم. طريقتنا أن يجعل الشرع سلما أجل وبه السلاك ترقى وتعظم. طريقتنا قلب سليم ونية مطهرة أنفى المؤامل ترغم. طريقتنا ذكر بلا عدد على موارد أنفاس تمر وتنظم. طريقتنا ألا نرى الغير فاعلا سوى أنه الرحمن يعطي ويحرم. طريقتنا أن نشهد الله حاكما له الأمر في الأمرين يقصي ويرحم. طريقتنا حب النبي وآله وأصحابه والذكر للخير عنهم. طريقتنا إعظام كل مقرب من القوم لكن شيخنا الفرد أعظم. طريقتنا نهج الجنيد تحققا بمشربه إذ ناكث العهد يقصم. طريقتنا ذوق وشوق وعبرة وعبرة عين دمعها كله دم. طريقتنا جد وجهد ولوعة وخلوة صدق خالص وتكتم. طريقتنا ألا نرى الشق للعصا فإن موالاة الجماعة ألزم. طريقتنا ود لكل موحد وأن نسدي إحسانا لمن هو مسلم. طريقتنا بالآدميين رحمة كما أمر الهادي الرسول المكرم صلى الله عليه وسلم. طريقتنا أن نشهد الخلق كلهم بخير وأن نزوي الأذية عنهم. طريقتنا محو الرياء وطرحه وحفظ نظام الصدق إذ نتكلم. طريقتنا صون الجوارح كلها فإن سؤال الحشر بالصون ملزم. طريقتنا أن نجذب القلب دائما إلى الله بل في ذكره نترنم. طريقتنا أن نمر زماننا ونحن على مهد التكتم قوم. طريقتنا أن نجعل السر رقعة وفيها سطور الصدق لله نرقم. طريقتنا دوم الهيام تولها
وهل مرتضى المحبوب إلا المهيم؟ طريقتنا وجه مع الناس حاضر، وقلب بذكر الله لا يتلعثم. طريقتنا إعظام شأن محمد صلى الله عليه وسلم كما هو، فهو الهاشمي المعظم. طريقتنا أن على كل رمشة نصلي عليه نية ونسلم. طريقتنا نهج الرفاعي أحمد، فمنهاجه من جملة القوم أقوم. طريقتنا أن نملأ العين دمعة إذ الناس في فرش البطالة نوم. طريقتنا أن نبدي في الله شدة ونبغض فيه من به الزيغ يرسم. طريقتنا نصر المحق وغوثه، وإذلال من للناس يؤذي ويظلم. طريقتنا إكرام شيخ لسنه، ورحمة طفل إنما الطفل يرحم. طريقتنا الإيثار والبذل دائما بلا ريبة، والله أغنى وأكرم.